تعالى بقى يا معلم اشرح لك اللعبة الجديدة اللي ظهرت في اعلان الموسم الثالث من لعبة الحبار. زي ما انت شايف قدامك في الاعلان بيظهر الحراس وراهم رمزين، رمز بسكينة والتاني قفل مفتاح. المتسابقين واقفين قدامهم مكنه مليانه كور كده زرقاء وحمراء. تمام، كل متسابق بيخش على المكنه دي بيدوس على الزرار بتطلع له كوره عشوائيه، لا اما هتكون ازرق لا اما هتكون احمر. هيتقسموا فرقتين، الفريق الاحمر زي ما شفنا في الاعلان بيتقدم له كده صندوق، الصندوق ده فيه سكينه، والفريق الازرق بيتقدم له صندوق تاني فيه مفتاح. هيخشوا الاتنين جوه متاهه، ودي برضو ظهرت في المشهد ده لما البطل كان لابس ازرق وبيخرج من متاهه. الفريق الاحمر دوره انه يدور على الفريق الازرق ويقتله. الفريق الازرق دوره انه يستخدم المفتاح ده ويدخله في الباب الصح ويفتح الباب ويهرب قبل ما الفريق الاحمر يقتله. لو الفريق الازرق فتح الباب الفريق الاحمر هيتقتل وهيتصفى بالكامل من الحراس. طب لو الفريق الاحمر قدر يوصل للفريق الازرق ويقتلهم هنخش في الجوله اللي بعديها. زي ما انت شايف الجوله مدتها 5 دقايق بس، بعد كل 5 دقايق بيتبدل الفريقين، الفريق الازرق بيبقى هو اللي معاه السكينه والاحمر بيدافع عن نفسه. لعبه في البدايه معتمده على الحظ، ولكن بالتدريج بتكتشف انها معتمده اكتر على التخطيط، على التعاون الجماعي. لو الفريق الازرق تعاون مع بعضه الفريق الاحمر مش هيعرف يقتله لانهم هيكونوا كتير، ولو الفريق الاحمر تعاون مع بعضه هيقدروا يقتلوا الفريق الازرق اسرع. يا ترى هيتعاونوا ولا لا؟ بس كده، ده مجرد تخمين في الاول وفي الاخر، ممكن اكون كل اللي قلته ده غلط. قول لي انت رايك في الكومنتات، وبيس.